ريال ومرته، واثنيناتهم من عائلة محترمة وكريمة وظروفهم المادية ممتازة، واثنيناتهم موظفين وعندهم شهادة جامعية. فجأة يا العود يقررون انهم يذبحون خادمتهم. ها زين ليش؟ شو مسويت لهم؟ إن ايش حقه يضحون بكل حياتهم ويورطون نفسهم جريمة قتل؟ الدافع يزلشين ورا هذه الجريمة راح يصدمكم وما راح تتوقعونه. فمن غير مقدمات يلا نبلش. كنت قاعدة مع ريلي بالسيارة وكنا حيل متوترين، والساعة تقريبا كانت 7 بالليل وما كان في أحد بالمكان. كنا قاعدين نتكلم بصوت واطي، وكل هذا بسبة خطورة الشيء اللي قاعدين نتكلم عنه. وكان زوجي ماسك إيدي عشان يطمني، بس هما ماكو فايدة، يمكن لأنه هو نفسه قاعد يرتجف. تكلمت بصوت مختنق وقلت مو قادر أصدق إنك قاعد تفكر بهذه الطريقة. أنا مرتك من 5 سنوات، لكني حاسة الحين إني ما أعرفك. كان يقول لي حبيبتي ماكو حل ثاني، تكفين فكري عدل. فقلت له ان انت قاعد تتكلم عن ارتكاب جريمة قتل، راح نقتل وحدة بريئة ما سوت شيء. هذه الخادمة عايشة معانا من بداية زواجنا وعمرها ما قصرت بشغلها، اكيد في حل ثاني. فرد علي وقال انا قلت لك هالكلام 100 مرة، راح ارجع اعيده لك. هذه الفرصة يا حبيبتي ما راح تتكرر. انا ادري ان راح نعيش فترة طويلة بعذاب نفسي، واكيد راح اكون حيل خايف قبل لا اسوي الجريمة، ويمكن راح انهار وابكي لاني انا مو قاتل، لكن اوعدك ان كل شيء راح يكون بخير. وصدقيني ماكو حل ثاني، راح نرتكب هذه الجريمة من غير ما يكشفنا احد، وصدقيني راح تكون هذه الجريمة كاملة. مسحت دموعي وقلت بتردد الجريمة بالفعل مستحيلة، وانت ترى قاعد تردد العبارة اللي يقولها المجرم قبل كل جريمة، واخر شيء ينصدم لما يقبضون عليه. فما بالك ان هذه الجريمة راح تتم بشقتنا، وقتها راح نكون المتهمين الوحيدين قدام الشرطة. فرد علي وقال جريمتنا غير، كل جريمة قتل بالعالم يتم ارتكابها حق سببين، واحد انه يكون في وراها دافع، وانه يكون مرتكبها مريض نفسي، واحنا اكيد مو مرضى نفسيين، لكن عندنا دافع، وهذا الدافع ما راح يخطر على بال احد، وعشان كذي ما راح يشكون فينا رجال الشرطة، وراح يطلعونا من دائرة الشبهات، خاصة لما يعرفون عنا بتحقيقاتهم ان احنا زوجين ببداية العمر ونشتغل بوظائف حكومية محترمة وما عندنا اي سجل اجرامي. ورجال الشرطة راح يدورون عن قاتل وهمي وما راح يقدرون يلاقونه، وراح يحطون ببالهم ان الخادمة عندها عشيق وانها دخلت الشقة لما كنا بالدوام فقتلها عشان خلاف، بعدين باقي الفلوس والمجوهرات وانحاش. وممكن يفكرون بكذا احتمال، لكنهم ما راح يتهمونه لانهم ما راح يقدرون يتوقعون الدافع ورا هذه الجريمة، وعدم معرفتهم بالدافع راح يكون صك براءتنا. خلص كلامه وقام يطالعني بنظرة تكسر الخاطر عشان اوافقه على ارتكاب الجريمة. فلما قعدت افكر بكلامه قمت ابكي، فقام زوجي وحضني وقال لي بصوت حنون تعالي بيبي هنا عند دادي، تعالي عند دادي اللي يحبك ويهتم فيكي. لا تغشوا رياكم. وقال لي بصوت حنون راح نندم طول حياتنا لو تركنا فرصة مثل هذه تضيع من ايدنا. راجع تفاصيل الخطة وراح تلقينها بسيطة. ولدنا الحين قام يروح حق الروضة، يعني الخادمة الحين بروحها بالبيت. انا راح ارجع وقت شغلي من غير ما يلاحظون زملائي، وما راح ينتبهون بحكم شغلي الميداني. واول ما ادخل الشقة راح اطعن الخادمة بالسكين، بعدين برجع بسرعة حق شغلي. فقلت له وانا لايعة كبدي انزين وانا شلون علي؟ انت على بالك اني راح اقدر ادي دوري؟ فرد علي بكل برود وقال وين المشكلة؟ كل اللي عليك تسوينه انك ترجعين من الشغل قبل ما اوصل، وهذا شيء طبيعي لانه مكان شغلك قريب من شقتنا، وراح تلاقين الخادمة ميتة بالشقة. انا ادري ان هذا موقف مو سهل ويمكن تنهارين وتبكين، وهذا المطلوب. بعدين راح تدقين علي كتصرف تلقائي وبديهي، وانا بدوري راح ادق على الشرطة وانا راجع واسوي روحي اني مصدوم ومتوتر. هذا كل شيء. اقول لك اياها مرة ثانية، الجريمة الكاملة هي اللي تكون مجهولة الدافع. كلام ريلي مقنع مع اني مترددة، لكن هذه الجريمة الكاملة لانها جريمة غير مألوفة، لان تعودنا ان نقرأ عن جرائم الخدم انهم يا يبوقون او يقتلون، لكن الموضوع الحين غير. هذه المرة احنا راح نقتل خادمتنا واللي ما سوت شيء، والدافع ما راح يخطر على بال احد، وهذا اللي قاعدين نراهن عليه عشان ننتم ابعاد عن الشبهات. وبالنهاية وافقت. فابتسم ريلي وشغل السيارة عشان نرجع الشقة. اعترف ان التردد كان مسيطر علي مع اني كنت موافقة على الجريمة، لكن ضميري كان يقول لي ان احنا مو مجرمين، وان ارتكاب جريمة قتل راح يغيرنا حق ناس ثانيين. راح تكون ايام صعبة وعقدة الذنب راح تلاحقني طول حياتي، لكني راح اقدم تعويضات كثيرة عن الجريمة. راح اساعد الفقارة، وراح ازور دور الرعاية الاجتماعية واشتري العاب حق الايتام.
كنت قاعدة أردد هالشي عشان أخفف عن نفسي عبء الجريمة، وكنت أقول إن إحنا خططنا حق كل شيء وإن إحنا الحين مستعدين حق ارتكاب الجريمة. لكن مع هالشي تميت أتقلب بالفراش وزوجي حس إني متوترة، فالتفت علي وقال بصوت خايف: أنا بعد متوتر، ما راح يكون الموضوع سهل، أنا بحياتي ما تهاوشت مع أحد، فما بالك بارتكاب جريمة قتل، ما أتخيل إني راح أدخل السكين بمعدتها. فهني أنا انفجرت وبلشت أبكي وقمت أقول له: أنا خايفة إني أشوف الجريمة، بعدين شلون على ولدنا راح يكون معاي وقتها، فحتى لو منعته من انه يدخل راح يشوفني وانا ابكي وصارخ، وهذا الشيء راح يخوفه وايد. فقام وحضن الريال، انا زوجته، فمو عيب لا تفكرون كذي. المهم حضني عشان يهديني، قام يقول لي: لازم نعرف ان قتل الخادمه ماكو مفر منه، تكفين تذكري انك تكونين على طبيعتك باكر، هذا بس يوم واحد حتى لو كان طويل راح يمر، بعدها حياتنا راح تتغير. وبعد ليلة سودة بكل معنى الكلمة قمت عشان أقعد ولدي وخليته يبدل ملابسه، أما أنا رحت عشان أتجهز حق دوامي، أما زوجي راح حق دوامه. وأنا قبل لا أطلع لقيت الخادمة قاعدة تاكل بالمطبخ، فقمت أقول بنفسي إن هذا آخر يوم بحياتك، تكفين سامحينه. بعدين ناديت ولدي عشان أخذه حق الروضة. قعدت قدام الكمبيوتر بدوامي وكنت أحاول إني أتجنب زملائي كثر ما أقدر، والشيء اللي ساعدني إني أنا بطبيعتي متحفظة، يعني مو من البنات اللي يكونون صداقات مع أي أحد، وهم زملائي بالدوام كانوا ريايل، وهذا الشيء اللي صنع حاجز بيننا. المهم كان الوقت حيل بطيء، والمفروض إني ما أدق على ريلي خلال هذيك الفترة، لأن اتصالاتنا ببعض خلال الشغل حيل نادرة، ونبي نكون على طبيعتنا وما نسوي أي شيء يثير الشبهات. قعدت أراجع الخطة بذهني للمرة المليون، زوجي يطلع من دوامه من غير ما يشك فيه أحد، ويروح حق الشقة الساعة 11 الصبح، بس راح يوقف سيارته بمواقف المسجد عشان لا ينتبهوا للجيران، يبدل هدومه بالسيارة ويلبس بنطلون وقميص مع كبوس ونظارات، يروح ماشي حق الشقة، وأول ما يدش يطلع سكين من جيبه ويطعن الخادمة لمن تموت، بعدها يبوق مجوهرات ومصروف البيت الشهري عشان يعطي انطباع أن القاتل كان عشيق الخادمة وغدر فيها بعد ما دخلت الشقة. يطلع بعدين زوجي من الشقة ويروح حق سيارته ويقط كل شيء باقي بزبالة بعيدة، وهني ينتهي دوره ويرجع حق دوامه عشان يكمل شغله. وهني يجي دوري لما ارجع من الشغل واكتشف الجريمة، وما اعتقد اني احتاج حق التمثيل لاني بالفعل راح اصارخ وابكي. الساعة الحين صارت 1 الظهر، المفروض الحين زوجي ارتكب الجريمة وانتهى من كل شيء. الفضول قاعد يذبحني، ابي اعرف شنو صار معاه لكن ما اقدر لان حتى الرسائل بيننا ممنوعة. قمت من مكاني اللي ما تركته طول اليوم ورحت بعدها عشان اخذ ولدي من الروضة. وصلت الشقة وقاعد اصعد السلم حق الدور الاول، طلعت المفتاح وايدي ترتجف. ريلي سواها ولا لا؟ راح اعرف بعد شوي. قاعد احس بتوتر مو طبيعي. بطلت الباب ولا اشوف الخادمة طايحة على الارض والدم قاعد يطلع من معدتها وحلجها. كان هذا الشيء يخرع اكثر من افلام الرعب. فهني هسترت وقمت اصارخ، وولدي من كثر ما كان خايف من صراخي قام يبكي، وما كان يدري ليش انا قاعد اصارخ لاني حجبت عنه المنظر البشع وانا واقفه قدام عتبه الباب. بعدين شلته وانا انزل حق الطابق الارضي، كنت حاضنته واحاول اني اطمنه، وبيدي الثاني قاعد ادور بجنطتي عشان اطلع تليفوني. طاحت الجنطه على الارض. مو مهم، راح ادق على زوجي وانا قاعد ابكي. اول ما رد علي كان اقول له: الخادمه جريمه قتل الخادمه. وزوجي كان قاعد يتكلم بسرعه وما قدرت اسمع منه كلمه لاني لا شعوريا تركت التليفون وطاح من ايدي. ورحت بعدها عشان اهدي ولدي واقول له قصه تضحك. وصلت الشرطه بعد فتره قصيره، اما ريلي وصل متاخر لانه كان الطريق زحمه. وصل وكان مبين عليه انه متوتر، فقام وحضني مع ولدي وكان قاعد يحاول انه يطمنا. بعدها وصلوا رجال الادله الجنائيه وبلشوا بعمليه البحث بكل ركن من الشقه. ويا اخوي بعد ما بلغته بالشيء اللي صار فخذ ولدي بعيد عن هذه الاحداث وطمني ان عياله راح يلعبون معاه وينسونه كل شيء صار اليوم. وهدت الاوضاع بعد ساعتين. اما انا كنت قاعد بغرفه النوم مع ريلي بعيدين عن شغل الشرطه بالصاله. وقفت قدامي مره من الشرطه النسائيه وطرحت علي بعض الاسئله، فكنت اجاوب عليها بكلمات متقطعه. اما ريلي كان ساكت وما علق بولا كلمه، كوني انا اللي اكتشفت الجريمه. وبالنهايه طلعنا من الغرفه عشان نشوف رجال الشرطه، وكانوا شويه وبيخلصون من شغلهم. من بعد ما اخذوا جثه الخادمه حق الطب الشرعي التفت علينا الضابط وقال: القضيه مبدئيا واضحه، اقدر اقول انها سرقه، ومن واحد الخادمه تعرفه عدل يمكن عشيق. الظاهر ان الخادمه هي اللي مدخلته البيت لان ما شفنا اي اثر حق كسر القفل او اقتحام المكان، وشكله انه كان طمعان بسرقه البيت فرفضت. ويمكن قالت له انها راح تبلغ الشرطه عشان كذي ذبحها وباق كل شيء بالبيت، وممكن الجريمه تكون مرتبطه بشيء اخلاقي. عموما راح ننطر تقرير الطب الشرعي. ما ردينا على كلامه، وفوق هذا سأله زوجي وقال: نقدر ننام اليوم برا الشقة؟
لان احنا ما راح نتحمل ان نتم هني. فهز الضابط راسه انه موافق وسلم علينا وطلب منا زيارة المخفر عشان يسوي محضر رسمي بالجريمة. بعدها طلعوا من الشقة وراح ريلي حق المطبخ وياب ممسحة غسيل وغرقها بالماي. بعدين بلش يمسح الدم من غير ما ينطق بحرف. حسيت وقتها ان هذا الكابوس راح من حياتي. فقمت اطالع زوجي وهو هم كان قاعد يطالعني وعلى طول يا عندي والحين راح اقول لكم الدافع ورا هذه الجريمة. واول شيء لازم ارجع بالذاكرة حق هذاك اليوم لما كنت نايمة بغرفتي وكان زوجي قاعد بالصالة وقاعد يطالع التلفزيون. فجأة ولا يسمع الخادمة قاعدة تصارخ بغرفتها، ما كان يدري ليش قاعدة تصارخ. فراح وقام يطق عليها الباب عشان يشوف إذا صار لها شيء ولا لا. فلما فتحت له الباب كانت حيل فرحانة وتقول له انها ربحت جائزة بلندن. فهني وقف ريلي مصدوم ومو مستوعب كلامها وهي قاعدة تتكلم بسرعة وتذكره بهذاك الموقف لما كنا وقتها بلندن وكنا بواحد من المجمعات وكان في لافتة عليها علامة اليا نصيب وهي مسابقة سنوية وكل اللي عليك انك تشتري تذكرة وتدخل بالسحب والجائزة راح تكون 160 مليون جنيه استرليني. فاشترى ريلي تذكرة لأنه تعاطف مع البايع واللي كان من أصول عربية وحطها بالأكياس اللي كانت معانا. ولما رجعنا الكويت وكنا وقتها قاعدين نبطل جناطنا لقينا هذه التذكرة اللي كنا ناسينها وبدال ما يقطها عطاها حق الخادمة لأن فرص الفوز بهذه المسابقة نادرة، خاصة أن وايد ناس يشترون هذه التذاكر لدرجة أن عملية بيع التذاكر ممكن توصل حق 300 تذكرة بالثانية. والظاهر أن الخادمة حست انها يابت العيد لما قالت كل شيء حق ريلي. فهني قامت تقول له لو سمحت يا سيدي الجائزة هذه من نصيبي، صح ان انت اللي شريت التذكرة لكن مرتك هي اللي اعطتني اياها من غير ما اطلب، وانا لو ما تابعت موعد المسابقة ما كنت راح تعرفون شيء. لو انا الريل كان صكيتها طراق كسرت فيه فكها عن ابوك يا نصيب لا اشقك نصين الحين. شوكتلها من ايدها بتقاوم بكسر رقبتها راح اذبحها بنفس الثانية. لا قاعد تقول لو سمحت هذه من نصيبي مرتك اعطتني اياها ولك خرا عليك انت ومرتي بسوي فيلم انا مالتي هذه انت شقد تعطينا حق الخادمة يبيها. انا كنت بتابع البرنامج بس ما لقيت تذكرة انت ما لقيتها يا حرامية. ها بقلب الموضوع عليها يبي عن ابو شكلك يبي بطاقتي حقي هذه حقي ما اعطتني اياها باسلوب لو سمحت ترى الجائزة من نصيبي اكلي زق. المهم كانت قاعدة تتكلم بحماس فتركها ريلي من غير ما يرد عليها ورجع حق الغرفة مقهور وقعدني من النوم وقال لي بالشيء اللي صار. بعدين راح ومسك تليفونه وقام يدور عن شيء بالانترنت. فجأة صرخ وحط التليفون بوجهي. انا ما كنت بالبداية متأكد لكن هذه التذاكر من غير اسم. فقمت اطالعه وانا مو فاهمه. فكمل كلامه وقال لا من الحين ما استوعبتي كل التذاكر فيها ارقام ومو مسجلة باسم احد، يعني نقدر ناخذ تذاكرنا ونروح فيها حق لندن عشان ناخذ هذه الجائزة من غير ما تعترض الخادمة ونقدر نقنعها انها تعطينا التذكرة ونقسم المبلغ بيننا. فقلت له ان باستعباط نقنعها بشنو بالضبط؟ انها تتنازل عن كل هالملايين حقنا؟ وحتى لو حاولت انك تقنعها ان نقسم المبلغ بيننا شلون بتثق ان احنا راح نلتزم بالاتفاق؟ حبيبي الخادمة راح تسافر عشان تاخذ الجائزة وما راح تكون ملزومة بالاتفاق اللي بيننا وراح تكون غبية لو سوت هالشيء واحنا بعد راح نكون اغبياء لو صدقناها لانها ما راح تثق فينا عشان نسافر. سكت لحظة بعدين قلت له لو عطيناها عقد رسمي ان نقسم المبلغ ونسافر عشان ناخذه بعدين نقسمه بهذه الطريقة ما راح يغيب اي احد منا عن عين الثاني. فرد علي وقال لي شلون بنسوي كذي؟ حتى لو سافرنا مع بعض ما راح نكون واثقين وكل واحد منا يبي التذكرة معاه ويمكن الكلبة هناك تتهمنا ان احنا اجبرناها عشان توقع العقد وهذا الشيء راح يدخلنا بمساءلات قانونية عند شرطة لندن، خاصة ان قانون الكفيل اللي موجود عندنا بدول الخليج غير مسموح فيه بالغرب ويخالف قوانين العمل عندهم. حبيبتي خلينا نصرح نفسنا ما في اي حل وسط، لازم ناخذ منها التذكرة وخلي تطق راسها بالطوفة. فجأة سمعنا احد قاعد يطق الباب. يوم فتحنا ولا كانت الخادمة فدخلها ريلي فطلبت منها جواز سفرها يا بنت الكلب انها تبي تنهي شغلها وتسافر. فقام ريلي ترجاها انها تعطينا فترة عشان نقدر نجيب خادمة جديدة. ما كانت مقتنعة بردنا لانها الحين مو مستعدة تعيش حياة الخدم لكنها تمت ساكتة وما تكلمت ورجعت حق غرفتها. فهني قال لي ريلي انها ممكن تنحاش من الشقة ومعاها التذكرة وتروح حق الشرطة وتقول لهم انها انحاشت لاننا قاعدين نطقها. كنا متورطين لان ما عندنا وقت كافي عشان نفكر، عشان كذي قررنا ان نواجهها. رحت انا وريلي عندها بوقت متأخر وقمنا نطق باب غرفتها اكثر من مرة واول ما فتحت الباب
على طول دش ريلي وقام يدور عن التذكرة، وانا قمت اساعده من غير تفكير، بس بالنهاية ما قدرنا نلاقي التذكرة. فقلت حق ريلي ان التذكرة من غير اسم، فمستحيل احد انه يدعي ملكية التذكرة الا اذا كانت معاه. عشان كذي ما اتوقع انها راح تترك التذكرة مع احد، عشان كذي اتوقع ان التذكرة بين هدومها. فهني الخادمة بققت عيونها واستعدت عشان تدافع عن نفسها، وكانت ماسكة بيدها تمثال تبي تستخدمه كسلاح. عرف ريلي ان المواجهة ما راح تكون بصالحنا، فقام يأشر لها بيده انه كنا يبي يهديها، واعتذر منها انه مدعي انه تصرف بجشع. بعدين مسك ايده وطلعنا من غرفتها، واول ما دشينا غرفتنا كان يقول لي ريلي حبيبتي نقدر نقيدها ونفتش بين هدومها، لكنها راح تقاوم، وهذا الشيء معناته انه راح يكون عندها وايد اصابات حتى لو خدوش بسيطة، وممكن تشتكي علي وتتهمني بمحاولة الاعتداء عليها. فهني سكت وانا معصبة، وكلامه كان منطقي. فهني قال لي ان الحل الوحيد لازم نقتلها. ما اخذ كلامه بجدية بالبداية، لكن فكرة القتل سيطرت على تفكيره، فقام يفكر بالتفاصيل ويحاول يقنعني بخطته. فهني بلشت القصة. صار كل هالشيء خلال 3 أيام. يمكن البعض يتساءل إنه ليش ما حطينا منوم حق الخادمة بدل ما نذبحها. بعدين نطلع التذكرة من بين ملابسها. قلت هذه الفكرة حق زوجي، لكنه رفضها وقال في احتمال ان الخادمة راح تقدم شكوى، ويمكن تتهمني ان انا سويت هالشيء عشان اتحرش. هني الشرطة بيفحصون دمها، خلك من هالشيء. انت على بالك سهل اني الاقي منوم بهالقوة؟ ومثل ما انتم شايفين كان الوقت ضيق وما يسمح لنا حتى ان نفكر. فشاف ريلي ان افضل شيء هو ان نقتلها، بحيث نفذنا خطتنا بنجاح من غير ما نثير الشبهات. وبعد اسابيع من هذيك الحادثة سافرت مع زوجي حق لندن، وطلعنا تذكرة حق الشركة المنظمة، وقدرنا ناخذ الجائزة من غير مشاكل، وتغيرت حالتنا الاجتماعية. فاحنا الحين وايد اغنياء وعندنا بيت جديد وشريناه بارقى مناطق الكويت، وهم تركنا وظائفنا. وقام زوجي واستثمر جزء من الثروة واسس شركة عقارية. وما انسى كلام امي لما قالت ان الله عوضنا خير من بعد جريمة الخادمة، وسوينا وايد من اعمال الخير، وهم دزينا مبلغ كبير حق اهل الخادمة من غير ما ندري اذا كان عندهم علم بموضوع التذكرة ولا لا. وما اهتمينا وايد بالموضوع، خاصة ان هذا المبلغ راح يطلعهم من الفقر. هذه هي قصتي، غريبة وغير متوقعة. ادري ان بعضكم ممكن يشوفني شريرة وان زوجي كلب من 16، ويمكن يكون كلامكم صح، بس احنا حاولنا نكفر عن فعلتنا، فكنا نتصدق بالفلوس ونساعد المحتاجين. هذا افضل شيء ممكن نسويه، والله يسامحنا. ابيكم يا جماعة تكتبوا لي رايكم تحت. وماكو راي، هم غلط، بس 160 مليون يلعب. اوكي ما راح اذبحها، بس فلوس وايد يلعب. اعطيه اخذ 150 اعطيك 10 ملايين، هذا اكثر شيء اقدر اقدمه. لا والله حتى 10 ملايين وايد. مليون راح اعطيك. لا والله حتى مليون وايد. 200,000 اخر شيء. والله ما ادري، كتبوا لي رايكم تحت. انتم مع منو يعني؟ ادري طائفة الزلشين اغلبهم اشرار. عارف الشيء. وقبل لا نختم اتمنى انكم تعطوني لايك وشير واشتراك وتنشرون الحلقة وتسألون الناس عن رايهم بالموضوع. كان معاكم ذياب المرزوق، مع السلامة.